ولد الهدى في الكائنات ضياء، وثم الزمان تبسم وثناء. كان لنا هذا اللقاء في مسجد زيد بن ثابت في مدينة حاسي بحبح، في هذا الملتقى الثاني لسيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. تذاكرنا مع الإخوان، تذاكرنا مع الأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السيرة العطرة، وأحيينا هذه الليلة إحياء لميلاد النبي عليه وسلم، مولد الرسالة، مولد الهداية، مولد النور، مولد الآفاق، مولد الأعمال، مولد الصلح، مولد كل ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبهنا أيها الأحبة الكرام كيفية إحياء هذه الذكريات الغالية التي دائما في كل عام تعود علينا لنستفيد منها. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين كما قال ربنا عز وجل سبحانه وتعالى. وصل إلى الآفاق، هذه معنى الحديث أيها الأحبة الكرام. لا بد بالعكس، عندما تقرأ القرآن الكريم فيه قوانين. أعظم قانون شنو؟ قانون الذكرى. ما كانش كتاب عظم الذكرى كالقرآن. ارتأى مسجد زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه طبعا من إشراف مديرية شؤون الدين والأوقاف على تنظيم الملتقى الثاني للسيرة النبوية، وكان اليوم الافتتاح أو قصة الافتتاح باستقبال ضيف عزيز، ضيف حبيب، ألا وهو الإمام الفاضل بن شريط الأخضر الذي صار وجال في سيرة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمره وأن يمتعه بالصحة والعافية بإذن الله، علما أن هذا الملتقى سيتواصل فعالياته بإذن الله تبارك وتعالى كل يوم اثنين وخميس بعد صلاة العشاء، فأرجو أن نحظى بجانب من اهتمامكم ومتابعتكم بإذن الله تبارك وتعالى.